في فيلسوف عربي أو إنجاز التعبير أندلسي عاش في الأندلس، اسمه علي بن حزم الأندلسي. علي بن حزم الأندلسي اللي هو اختصارا ابن حزم، هو فيلسوف عاش في القرن الحداشر في الأندلس. البيئة بتاعته كانت بيئة نسوية بامتياز، كان عاش في القصر الملكي أو القصر بتاع الأمراء في الأندلس، قرطبة اللي هي عاصمة النور. قرطبة يعني هو عاش في عاصمة النور ساعتها، زي ما احنا كده دلوقتي عاصمة النور باريس. هو بالنسبة له الزمن اللي هو كان عايش فيه، كان عايش فيه عاصمة النور قرطبة ساعتها، قبل ما تسقط في يد المسيحيين. المهم يعني ابن حزم كان عايش في بيئة نسوية، بيئة فيها بنات كتير، فيها ستات كتير، في القصر الملكي اللي هو كان عايش فيه. أبوه طبعا كان وزير، كان رجل راقي جدا في الدولة الأندلسية. طبعا هو عاصر برضه في نفس الوقت، بعد فترة من مرحلة شبابه، عاصر مرحلة ملوك الطوائف، اللي هو انقسامات الأندلس وتناحر انقسامها بعد ما كانت دولة موحدة، انقسامها لكذا طائفة وتناحر ما بينهم والتحارب ما بينهم وهكذا. المهم يعني ابن حزم الأندلسي طلع بيه نظرية، وطلع بيه نظريات في علم الحب إنجاز التعبير. طلع بيه نظريات مهمة جدا في كتاب طوق الحمامة. عمل كتاب يتكلم فيه عن الحب بنظرة عاطفية ونظرة فلسفية ودينية وهكذا. فقال لك الحب هو تآلف أرواح بين الحبيبين بشكل عام. قال لك بشكل عام الحب هو تآلف أرواح بين حبيبين. وقال لك ويعني إحدى الحاجات المتشابكة والمتقاطعة مع علم النفس الحديث أواخر القرن العشرين، في عالم نفس أمريكي اسمه روبرت ستيرنبرج. روبرت ستيرنبرج عمل نظرية الحب ثلاثي الأبعاد، والنظرية دي أكد فيها على نظرية وأفكار ابن حزم اللي هو كان عايش في القرن الحداشر. شوف فرق 9 قرون تقريبا. رغم ذلك ابن حزم الأندلسي كان سابق عصره صراحة يعني. المهم قال لك إن الحب، ده روبرت ستيرنبرج قال لك الحب عبارة عن ليه 3 أركان عشان يقام. أول ركن هو الشغف، وتاني ركن هو الحميمية، وتالت ركن هو الالتزام. نبتدي الأول بالحميمية. الحميمية هي إنك أنت تكون منجذب عاطفيا ناحية الحبيب بتاعك، أو أنت تكون منجذب عاطفيا لحبيبتك. يعني أنت شايف إن حبيبتك دي جزء من روحك، جزء من كيانك. وده الكلام اللي أكده ابن حزم في كتابه. فقال لك هنا إن الحميمية والانجذاب العاطفي ناحية الحبيب، إنك أنت بتحبه جدا ومتعرفش تعيش من غيره، وكل أفكارك وكل تفكيرك متمحور حوالين هذا الحبيب عاطفيا. ده كده الحميمية. الركن التاني هو ركن الشغف، وهو الاندفاع الجنسي، انك انت منجذب له شكليا وغلافيا. انت منجذب ناحية الغلاف اكتر من المحتوى. احنا لسه في اول الحب، فحصل حميمية، بعدين حصل شغف اللي هو الشغاف والحب الملتهب المشتعل، ده بسبب الهرمونات الذكورية أو الأنثوية على حسب انت بنت أو ولد. فالانجذاب الجنسي والانجذاب الشكلي بشكل عام، وهو انجذاب رومانسي في الأساس إلى الحبيب. ممتاز. ده كده الركن التاني، الشغف، الحميمية والشغف. تالت حاجة الالتزام، إنك تقرر إنك أنت هتلتزم مع الحبيب ده، إنك أنت تستمر معاه إلى أن تموت، عن طريق بقى المنظومة الاجتماعية اللي اسمها الزواج و... و... والوحدة الاجتماعية اللي اسمها الأسرة، اللي هي بتكون، اللي هي بمعنى صح بترعى مسألة الجواز والزواج بشكل عام. ممتاز. طيب، ده كده روبرت ستيرنبرج عمل نظرية الحب ثلاثي الأبعاد، وفعلا ابن حزم بيأكد الكلام ده في طوق الحمامة. ولكن ابن حزم اختلف اختلاف إلى حد ما جزئي
في مسألة إن الحب لا يقام إلا لا يقام أو الحب معناه الحقيقي لا يحدث إلا مع الحبيب الأول، وأن ليس للحب إلا للحبيب الأولي. يعني أول حب بالنسبة لك في حياتك هو الحب الحقيقي، اللي يجي بعد كده ده مش حب حقيقي، ده حب مزيف أو حب أقل قدرا من الحب الأول. الحب الأول هو أقوى حب على الإطلاق، وأنا أتفق مع المقولة دي. وقال لك إن مفيش حاجة اسمها حب لأكتر من حبيب في نفس الوقت، إنك تحب دي وتحب دي وتحب دي في نفس الوقت، أو العكس إنك تحبي ده أو تحبي ده في نفس الوقت. مفيش حاجة اسمها حب من أول، مفيش حاجة اسمها حب اللي هو إيه، اللي هو القائم على التعددية، هو ضده. ونخش هنا مسألة تعدد الأزواج أو الزوجات، معنى صح تعدد الزوجات وهكذا. دي مسألة برضه دينية مختلفة يفتي فيها رجال الدين، ولكن أو رجال اللي هو يمزجوا بين علم النفس والدين. هل يقولوا مثلا إن دي حقيقة علمية ولا مجرد هرطقات أو أفكار غلط من ابن حزم وهكذا. ولكن يبقى النفس الإنسانية تهفو على شيء هي تفتقده، وهو الحب. إنك تكون بتحب فلان أو فلانة في حتة الحب العاطفي ولا الجنسي، تهفو إليه وتحبه، ويجي أهم قرار هو قرار الالتزام، إنك تحول الحب ده إلى التزام، إلى عادة يومية أو عادة شبه يومية هتعملها مع حبيبك، إنك أنت تقعد معاه ما بين 4 حيطان، يتقفل عليكوا باب.